اهلا بحضراتكم حلقه جديده وفنجان قهوه. يمكن زي ما عودنا حضراتكم بيكون معانا دايما القيم الفنيه الجميله المحترمه اللي بنسعد دايما بلقائها. النهارده انا معايا قيمه فنيه الحقيقه من اجمل القيم الفنيه الموجوده، ويمكن الشيخ ابو العلا محمد اللي اكتشف ام كلثوم يبقى جدها من ناحيه الام، واللي اكتشفها العظيم الراحل سيد مكاوي، واللي اعاد اكتشافها مره اخرى الفنان العظيم الراحل بليغ حمدي. تصوروا يبقى تكون مين؟ طبعا هي المطربه الفنانه منى فؤاد. اهلا بيكي معانا يا فندم. اهلا وسهلا بيكم، منوره الدنيا. منور بيكم. انا عارف ان انت عندك اعمال جميله، ويمكن انت قلتي لي قبل التصوير مباشره ان في اغنيه جديده لبليغ حمدي كانت ليكي وما طلعتش. ايوه انا عاوز اسمعها، انا متشوق اعمل بليغ حمدي، اعرف بليغ حمدي عمل لك ايه مؤخرا. الله يرحمه طبعا، الاغنيه ما ظهرتش. عملاق النغم، انا يعني ده اقل شيء اقدر اوصفه بيه. عمل لي 4 ألحان وقال لي لما مصر تمر بأزمة غني لا يا مصري، فكده بقت 5. بعدين 5 يعني 4 عاطفي من سنة، وحاول تنسى اللي هي كانت اسمها لا يا حبيبي، بس قلنا عشان الست عندها يعني أغنية لا يا حبيبي فغيرناها حاول تنسى، وشوية يا قلب وأغراب. وال4 أغاني كلمات الشاعر أستاذ محمد السيد. عشرة العمالقة، عشرة الشيخ سيد مكاوي، وعملاق النغم أستاذ بليغ حمدي الموسيقار العظيم الراحل. كتير يعني، فؤاد حلمي الله يرحمه، عملت مسلسل وصف مصر، الأغاني بتاعته والأغاني في النص كانت كلمات الشاعر بخيت بيومي، وكانت ألحان أستاذ فؤاد حلمي. كنت انا ومحمد العزبي، كان بيجي على اذاعه الشباب والرياضه، كان مطربه وممثله وملحنه ايوه بس هنا انا بغني في المسلسل ده، وشاعره. وايه تاني؟ انت عملتي كل حاجه. والله عملت هقول لك ليه. لان انا لما دخلت انا اصلا عندي موهبه الغنى، يعني بغني من وانا عندي 6 سنين ام كلثوم. فاللي حصل ان انا لما دخلت كل الاساتذه الكبار ملحنين قالوا لي الصوت بيثبت بعد 19 سنه. دي حقيقه فعلا. الحاجة الوحيدة اللي ما تكبرش في البني آدم هي صوته. أيوة. ونبرة صوته. فالمهم قالوا لي مثلي وشك حلو يعني. عملت مسلسل النور فوق يثرب، إخراج أستاذ رشوان توفيق، كان دور أروى الفتاة اليهودية. وعملت مسلسل ليه دنيا ليه مع فنانة علا غانم ومدام رجاء الجداوي، كنت مشاهدي معاه في البوتيك على طول. وعملت طبعا بطولة فيلم لا مؤاخذة يا دعبس مع أستاذ أحمد آدم وكوكبة يعني مظهر أبو النجا، ويعني كان محمد شرف، وكان ناس كتير قوي. هتسمعيني إيه؟ هسمعك إيه؟ هسمعك بقى المرة دي اللحن التاني. إحنا قبل كده سمعنا أغراب. هسمعك من سنة. اسمه من سنة؟ من سنة. ألحان بليغ حمدي وكلمات محمد السيد. طبعا. اتفضلي يا فندم. من سنة، من سنة يا سلام، من سنة، من سنة، من سنة يا أنا، من سنة، من سنة سلام، من سنة، من سنة، من سنة يا أنا مشتاق لك، من سنة مشتاق لك، وازاي تغيب عننا، ازاي تغيب، مشتاق لك من سنة مشتاق لك، وازاي تغيب عننا، ازاي تغيب، بنده عليك يا انا، بنده عليك، وانت ولا انت هنا، يا انا يا انا يا انا. سوق المحبة جبر ولا احنا مش عاجبين، وشك ده ولا القمر
كان فين بقاله سنين، سوق المحبة جبر ولا احنا مش عاجبين، وشك ده ولا القمر كان فين بقاله سنين، وازاي تغيب عننا ازاي تغيب، سوق المحبة جبر ولا احنا مش عاجبين، وشك ده ولا القمر كان فين بقاله سنين، وازاي تغيب عننا ازاي تغيب، وانت ولا انت هنا، يا انا يا انا يا انا يا انا. ما شاء الله ما شاء الله. كنت حافظاها فين اللحن ده؟ على العود فقط. على يعني العود. بنغني انا والفنان بليغ حمدي على العود. ده كان مسجل صوت وصوره. ايوه لا مسجل صوت بس ما صوت كانش بس. ساعتها في كان في صوره. الصوره. يعني احنا شفنا مثلا بليغ حمدي وأردة الجزائريه بيغنوا مع بعض، لو سالوك مثلا. ما هو كان هيعمل كده لما يرجع من الرحله، احنا كنا معاه قبل ما يروح باريس بالليل، كنا معاه. انا واستاذ محمد رشدي الله يرحمه واستاذ محمد السيد ونانسي مديره مكتبه، كنا عنده هناك وقال لي يا منى انا لما هرجع هنسجل لايف. ايه بقى بهجه وفرحه كده عاوزين نسمعها، والنبي بلاش فراق وبلاش حزن وبلاش هجر. هو بس الموال الحزين. الموال الحزين عشان موال على حجاز السلفة. المهم انا هقول دلوقتي حاجه انا عاملاها جديده، لا فيها هجر ولا فراق لا ولا هجر ولا خصام ولا بعد ولا اي حاجه. بس انا هقول لك وانت احكم اذا كان فيها ولا ما فيهاش. وهات لي قلب مش قاسي، وهات لي حبيب ما مش ناسي، هات لي قلب مش قاسي، وهات لي حبيب ما مش ناسي، وهات لي ناس تحب الناس، قلوب مليانة بالإحساس، وهات لي ناس تحب الناس، قلوب مليانة بالإحساس، وهات لي صحاب يودوني في وقت الضيق يسلوني، وهات لي صحاب يودوني في وقت الضيق يسلوني، وخد لي جرح وهات افراح، وخد لي جرح وهات افراح، وارجع بالزمن لزمان ما كانش القلب فيه احزان، ما كانش القلب فيه احزان، فيه احزان. دي الحان مين؟ الحاني.
ما شاء الله عليك. وكلمات شعر لبناني يوسف شحرور. بتلحني لحد غيرك؟ والله سميرة سعيد كانت هتاخد مني لحن زمان، واختلفنا انا وما كانت متجوزه استاذ هاني مهند زمان. اختلفنا على ايه؟ انا كنت عامله اللحن ليا انا اصلا، كان اسمه انا بالله ما بقدر وطول البعد مشتاقه، كلمات جمال السيد، وهقول لك حته منه والحاني. تمام. فالمهم كنا بنسجل، كنت بسجل عندهم قصيده نادة الاشواق في الاستوديو بتاعهم اللي كان في نادة الاشواق. دي كلمات مصطفى عبد الرحمن. صورتها للتلفزيون، خرج استاذ سعودي عبد المولى الله يرحمه. وبعدين فانا بقى بسمع، كان مين موزعها؟ كان طارق عاكف الله يرحمه. فبعدين ايه، قامت جت سمعت كده قالت لي الله اللحن ده حلو يا منى. هي واقفه بقى ومعاها هاني وبتسمع، قالت لي ده جابني من فوق. قلت لها ده لحني. قالت لي لحنك مش ممكن. ما كنت انا ساعتها عامله حبك علمني، غنيتها في وزاره الاعلام في التلفزيون المصري، عيد ميلاد التلفزيون، فلقت نجاح جامد جدا. كانت الحاني برضو حبك علمني كلمات جمال السيد. فالمهم قالت لي طب انا عاوزه اللحن ده. قلت لها بصي عينيا، انا اديهولك من غير ما اخد منك اجره اللحن، بس انا مكلفاه المزيكا. طبعا ما كانش فيها كمانجات وقتها والكلام ده وبتاع، كانت وقتها. المهم كلمه من هنا كلمه من هنا. ما يعني ما توفقتوش انهم ما توفقناش. وانا بندم ان انا رفضت لسبب ان لو كنت اديت اللحن لسميرة كانت ساعتها هي مشهوره، كانت مشهوره، اللي هي لذيذه جدا وكانت مشهوره، كنت انا هتعرف على مستوى كملحنه بقى. ايه بقى بهجه وفرحه كده عاوزين نسمعها. يا حبيبي تيرارا تيرارا يا حبيبي تيرارا تيرارا، الليل والسماء ونجومه وقمره قمروا سهروا، وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا تيرارارا، كلنا في الحب سوا تيرارارارارا، والهوى منه الهوى تيرارا، الهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول للهنا يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي يا شمس تعالي، بعد سنة مش قبل سنة في ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة
غير ليلة زي الليلة، زي الليلة، الليلة زي الليلة. ما شاء الله ما شاء الله. صعبه، اغنيه طبعا صعبه، طبعا. اغنيه لا صعبه ده انا لان حد عندي، يأديها. انا بقول اصعب منها. انت عندك غنه جميله قوي، عشان يعني فعلا في نبره صوتك فعلا في غنه حلوه. دي مش اي حد يلاحظها على ما اعتقد. ادائك جميل جدا، صوتك ليه نوع من الراحه بشكل اخر. لكن عاوز اقول لك حاجه، ان احلى لحن ظهر فيه قدراتك الصوتيه لحن بليغ حمدي طبعا. اكيد بليغ قدر يطلع منك اكيد ده والباقي بلاوي. ده انا كمان عامله اغنيه للاطفال حلوه جدا، اللي هي حبيبي مش بتذاكر ومزعل ماما. لا دي نسمعها بقى. مغلب تيتا في شقاوتك ومشاكلك ياما. طب يلا. اللي هي حبيبي مش بتذاكر ومزعل ماما، ومغلب ستك بشقاوتك ومشاكلك ياما. اللي هي حبيبي مش بتذاكر ومزعل ماما، ومغلب ستك بشقاوتك ومشاكلك ياما. وزمايلك في الفصل تملي مش راضيين عنك، ليه بتشاكل كل اصحابك وبيهربوا منك، وبتندم بعد ما بيروحوا وبتقعد وحدك، علشان تعرف تبقى كويس مهما يكون سنك. الله جميلة. متوقعة مين اللي يوزعها؟ والله انا كنت اديتها لموزع كده بس ما عجبنيش توزيعه، فان شاء الله هنديها للفنان العراقي استاذ رزاق نوري، لان هو بيبعت الاغنيه تتوزع في اليونان وتيجي. امنياتك ايه في العيد؟ امنياتك ايه في العيد؟ بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادي، يحفظ بلادي من كل دنيء او كل عدو. دي امنيه حياتي، وان الشعب الطيب المصري الجميل اللي هو كل الناس بتشيد بيه، وكل لما بيجي لنا حد غريب يقول لك انا مش حاسس بفرق، انا مش حاسس بفرق ان انا مش في بلدي. أيوة. سمعتها من لاجئين كتير جدا، يقول لك احنا لو سافرنا مثلا اي دوله اوروبيه بتحس ان انت لاجئ، لكن في مصر يعني بتحس ان بلدهم. يعني ما بنعملش فرق، اهلنا ما حدش ما فرقتش. نفسي بقى نرجع زي زمان واحده كده كتله واحده. احنا كتله واحده طول عمرنا، كتله واحده. لا اما مش على مصر طبعا كتله واحده، انا بتكلم على الاشقاء العرب بقى. نرجع بقى نبقى كويسين مع بعض بقى. انا بوجه النداء من هنا من التلفزيون المصري، ده نداء ان كل العرب يتحدوا. طب ما تغني لنا اغنيه حلوه. مصر يا املي يا ضيعني يا ام الدنيا يا غاليه عليا، يا اعظم امه خلقها الاله، يشهد عليكي ملوك الفراعنه، يشهد كمان التاريخ والزمان، إنك يا مصر عظيمة وأبية، بلد الآثار يا نور الدنيا، إنك يا مصر عظيمة وأبية، بلد الآثار يا نور الدنيا، اللي بيشرب مرة منك مهما يبعد عنك يجيلك، ده اللي بيشرب مرة منك مهما يبعد عنك يجيلك، عطشان لنيلك ومية سلسبيلك، شمسك هواكي ترابك دماس، مصر يا بلدي يا أرضي يا عرضي، تهون علي روحي عشانك يا أمي، لا 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 يا مصر لا 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 يا مصر لا. الله، ده بليغ حمدي بيبان سبحان الله. خدي بالك ان بليغ حمدي لما لحن لك عرف المساحات المظبوطه لصوتك. ما انا لما كنت بدرس التربيه الموسيقيه كنت قسم اصوات، الدكتوره عنايات وصفي تقول لي ايه، يخرب بيتك صوتك 3 اوكتاف، 3 اوكتاف يعني من الدو الالتو
تينور، التو، سوبرانو، ميزو سوبرانو. مم. يعني اوكتاف من الدو للدو، من أيوة. الدو للدو، من الدو للدو. ما شاء مساحه الله. كانت صوتيه. ولذلك مدام راتلي اللي دربتني وانا صغيره كانت دربت ام كلثوم وعبد الحليم، قالت لي منى انت قماشه صوت عريض قوي ملحن. هي كانت تركيه، كانت رئيسه قسم الكونسرفتوار في معهد الموسيقى الله يرحمها. وكانت بتدرب سميره سعيد، بس كانت ساعتها سميره سعيد بتاخد تدريبات وهي نجمه. انا ما كنتش لسه بقى طبعا طلعت، يعني كنت لسه صغيره يعني. فكانت تقول لي منى انت ليه مش اشتغل، ليه مش اعمل شغل، انت صوت عريض، انت ترزي. يعني هي مشبهه الملحن بالترزي. بالترزي. انت ترزي يفصل منه قماشه حلو. منى انت اشتغل، انت اعمل قنبله، انت قلت لها كل شيء باوانه. شوف بقى انا بعد قد ايه. طب احنا عاوزين قنبله بقى حلوه كده نبقى نختم بيها الحلقه النهارده. ماشي. طب ايه رايك تختار انت غنوه؟ ما تحطنيش في موقف. لا ايه رايك؟ طب ما غني انا احسن. لا يعني حاجه بتعجبك مثلا، نفسك ان انا اغنيها لك مثلا. شايف ليالي الشوق بتاعت فايزه مثلا. مثلا اتفضل. بختار لك انا. اتفضلي. شايف ليالي الشوق، شايف ليالي الشوق واللي جرى فيها. هانت وجاي سنين. هانت وجاي سنين تضحك لياليها. يا ترى انت فين دلوقتي يا حبيبي؟ يا مين يقول لي، يقول لي مين دلوقتي يا حبيبي؟ وايه بقول لك ايه؟ بتقول عليا ايه دلوقتي للي معاك؟ راح تحكي عن حبي؟ لا ولا انت هتخبي؟ لا وتداري سر هواك. وايه بقول لك ايه؟ بتقول عليا ايه دلوقتي للي معاك؟ راح تحكي عن حبي؟ لا ولا انت هتخبي وتداري سر هواك. يا ما اشتقنا، يا ما سمعنا ملامة. يا ما اشتقنا، يا ما سمعنا ملامة. صبري مهما الناس يلومونا وبنستنى يوم ما تجونا. صبري مهما الناس يلومونا وبنستنى اليوم ما تجونا. ايام تفوت يا وحشني موت. ايام تفوت يا وحشني موت. وفي كل ليله الشوق يزيد. ما اقدرش انام افضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد. يا ما انت وحشني، يا ما انت وحشني. كل سنه وانت طيبه يا فنانه يا جميله. الف الف شكر. الاستاذه الفنانه الشاعره الممثله الملحنه المطربه
منى فؤاد، سعدت جدا بلقائك. انا كمان والله. كل سنه وانت طيبه، وانت طيب. شرفتينا ونورتينا واسعدتينا بفنك الجميل. الله يخليك. ويتمنى يكون لنا لقاءات اخرى أكيد. قريبا باذن الله. ان شاء الله باذن الله بقى بعد ما نعمل كليب بقى من اغاني بليغ ان شاء الله باذن الله. باذن الله تنورينا وتشرفيني باذن الله. الف شكر يا منى، الف شكر، نورتيني وشرفتيني. كل مشاهدينا وكل مشاهدي الفضائيه المصريه في كل مكان بشكركم على حسن المتابعه. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. شكرا لكم. كان معكم احمد عبد العظيم.